الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الخيانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، شهادة تضيء بها دروب المؤمنين وتقمع بها الكافرين وتهتك بها ستر المنافقين الفاجرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن خير ما يوصي به المؤمن والمسلم المسلم هو تقوى الله جل وعلا، حيث يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، لقد كان للنفاق دورا بارزا في إنهاء الخلافة الإسلامية وجلب دول الكفر لاحتلال أرض المسلمين. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله واقعة سقوط الدولة العباسية في كتابه البداية والنهاية، وكيف كانت نهايتها على يد ذلك المنافق الرافضي المسمى بابن العلقمي، أشهر خونة العرب. وابن العلقمي هذا كان وزيرا للخليفة العباسي المستعصم بالله. هذا المنافق الخبيث تقرب من السلطان، تقرب من الخليفة، وأظهر الصلاح والتدين والولاء له، حتى تمكن من قلب الخليفة وصار مقربا له وجعله وزيرا للدولة. وهذه عادة كل منافق يتقربون للسلطات من أجل الوصول إلى مآربهم. لا خير في ود امرئ متلون حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ظل ابن العلقمي وهو في هذا المنصب الحساس يراسل هولاكو الحاكم المغولي سرا، ويطلب منه احتلال بغداد، وأن يكون له دور في حكم العراق حتى يقيم دولة فاطمية رافضية. ولكي تكون المهمة سهلة على هولاكو، قام ابن العلقمي هذا المنافق الخبيث بتسريح 90,000 من الجنود، وأبقى على 10,000 فقط لحماية بغداد، بحجة تقليل النفقات وتحويل الإنفاق إلى إطعام وترفيه في دولة الخلافة الإسلامية. ثم أقنع السلطان بأنه لا حاجة للتدريب على القتال أو شراء الأسلحة أو المعدات الحربية تماما، كما يفعل أحفاد ابن العلقمي حاليا في إفشال أوطانهم العربية وتدميرها. بعدما مهد ابن العلقمي الطريق، طلب من هولاكو أن يأتي بغداد، وطلب من الخليفة أن يذهب بنفسه هو والأمراء وأعيان البلاد محملين بالهدايا الثمينة إلى هولاكو، على أساس أن بهذه الطريقة ربما يتراجع هولاكو عن احتلال العراق. وبالفعل ذهب الخليفة بحاشية مكونة من 700 فرد فقط، وما إن شاهدهم هولاكو قتلهم جميعا
ثم قتل بعدهم الخليفة نفسه ليكون العام 1258 ميلادية سقوط الدولة العباسية وتدمير بغداد تدميرا شاملا بشريا وثقافيا، وقتل حينها ما يقارب عن 1,000,000 شخص. ورغم كل هذه الخسائر لم يحصل ابن العلقمي هذا الخبيث المنافق على أي شيء سوى الخزي والعار، ومات بعدها ملوما مقهورا محسورا، بل إن بعض المؤرخين ذكروا أنه قتله هولاكو بعدما قتل الخليفة. إن أحفاد ابن العلقمي هذا الآن في هذا الزمان أكثر ذكاء وأشد خيانة، حيث يتم صناعتهم باحترافية ومهارة ليعملوا تحت الشمس، فلم يعد دورهم قصرا على تمهيد الطريق للمستعمر، بل يصنعون له الطريق ويجعلونه يتجول فيها. هم كثر، تجدهم الآن في فيلم سينمائي أو في مقالة في الفيسبوك أو برنامج في محطة فضائية أو عنوان في رواية أو شخوص في مسرحية. هم يغردون باحترافية عبر حساب التواصل الاجتماعي، تجدهم يستقوون بالخارج ويستدعون القوى الأجنبية للتدخل والاحتلال في بلدانهم. مهمتهم المقدسة الوصول بالوطن نحو الانهيار والفشل مقابل الارتزاق. تجدونهم يدورون مع المال حيث دار، حتى ولو كان على حساب عقيدتهم، حتى ولو كان على حساب دينهم، حتى لو كان على حساب وطنهم وهويتهم، حتى ولو كان على حساب شرفهم ونخوتهم. المهم عندهم المال. قال عنهم الشاعر: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم، وعن ماركس يحفظ كل درس، وعند الإنجليز يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. إخوة الإيمان، إننا نعيش اليوم زمانا انقلبت فيه الموازين وانعكست فيه المعايير، زمن النفاق، زمن يسمى فيه العالم جاهلا والجاهل عالما، والبليد الغشاش المزور شاطرا ذكيا، والمخلص المجد بليدا، والشريف وضيعا، والوضيع شريفا، والخائن أمينا والأمين خائنا، والفاسد المفسد صالحا مصلحا، والصالح المصلح فاسدا مفسدا، والفاسق الفاجر الإباحي متحررا، والمتحرر المتعفف الحيي مكبوتا، واللئيم كريما، والكريم لئيما، والجبان الراضي بالذلة والمهانة، الساكت عن الجهر بالحق بكلمة الحق، المداهن للباطل رجلا رصينا متعقلا، والناطق بكلمة الحق، الصامد في وجه الطغيان والاستبداد والفساد، متسيبا متهورا متسلطا، والمثقف المبدع شيطانا، والشيطان أصبح مثقفا. وكذلك يسمون المجاهد إرهابيا، والإرهابي مجاهدا، والمستعمر المغتصب بريئا ومضطهدا، والمستعمر والمشرد والمقتل والمدافع عن أرضه وعن وطنه وعن عرضه مخربا ومجرما، والعارية العارضة لعرضها وشرفها، المتبرجة بزينتها في الشوارع، المتمردة على دينها بنت تقدمية، والساترة لجسمها، المحافظة على عرضها، الملتزمة بأوامر ربها، رجعية متخلفة، والمتمسك بآداب الإسلام في كل أحواله متطرفا متعصبا، والمتفلت المتحلل من قيود الدين المبتدع المعرض عن الكتاب والسنة، المفسر لهما بأهوائه مسلما معتدلا. أيها الإخوة، مصطلحات كثيرة دخلها التشويش والتشويش أصبح له رجال، وللتشويه وسائلا كثيرة متعددة مقروءة ومسموعة ومرئية، ووراء كل ذلك
كتائب وعقول وطاقات مدربة ومبرمجة وموجهة ومزودة بإمكانات رهيبة تطلق القذائف ليلا ونهارا صباحا ومساء على هذا الإسلام. إننا نعيش هذه الأيام زمن النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. لقد ذاق المسلمون صنوف الأذى من هؤلاء المنافقين المندسين في صفوفهم منذ ظهور الدولة الإسلامية بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. فمع ظهور الدولة الإسلامية وفي غزوة أحد يوم قام عبد الله بن أبي رأس النفاق بسحب ثلث الجيش وعاد بهم إلى المدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حرام رضي الله عنه ليردهم إلى المعركة. قال لهم تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، فقابلوا ذلك بالرفض، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهل نسينا ما فعله المنافقون في غزوة المريسيع عندما قام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال ذاك يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، فاستغل المنافق الخبيث عبد الله بن أبي هذه النعرة الطائفية التعصبية، قال أو قد فعلوها، يقصد المهاجرين، أو قد فعلوها قد نافرونا وكثرونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. أيها المؤمنون عباد الله، لن ننسى ما فعله المنافقون في غزوة بني النضير عندما قال المنافقون لليهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنكم لكاذبون. وفي غزوة تبوك عندما كان المنافقون يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يرجو هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفتح له قصور الشام وحصونها هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه على كلامهم فأنزل الله سبحانه وتعالى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل سورة البقرة جعل 20 آية في مقدمتها، منها 3 آيات تتكلم عن المؤمنين وآيتان تتكلم عن الكفار، و13 آية تتكلم عن المنافقين لعظم خبثهم وجربهم. نعم، وكذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة التوبة حتى سماها المفسرون بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وأنزل فيهم سورة كاملة سماها بسورة المنافقين. كل هذا من أجل كشف أسرارهم، كشف خبثهم، كشف عداوتهم للإسلام والمسلمين. إن أهم سمة وأخطر صفة لهذا العدو الهدام المدمر هي صفة الخفاء، فهو داخل المجتمع المسلم يظهر التعاطف ويخفي كرهه وعداوته والخداع، حتى إذا سنحت الفرصة له ووجد ثغرة ينفذ منها لضرب المسلمين فإنه يكون حينئذ أشد قسوة على المسلمين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
إن أبرز الصفات من صفات المنافقين هي موالاتهم للكفار، هي موالاتهم للكفار. قال الله عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا يا رب لهم عذابا أليما؟ أجاب القرآن: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المنافقون مرضى النفوس، اغتروا بقوة الكافر وسيطرته وظهوره الآن، وتركوا إخوانهم لقمة صائغة لهم خوفا على أنفسهم، خوفا على كرسيهم، وما علموا أن العزة لله رب العالمين. قد فضحهم الله بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، اليوم تمر سنة كاملة على طوفان الأقصى، وغزة ما زالت تعاني إلى اليوم، وما زال القتل في غزة إلى اليوم. أكثر من 150,000 شهيد في غزة، من غير البيوت المدمرة، من غير تشريدهم من بيوتهم ومساكنهم. والمسلمون وحكام المسلمين يرون هذا الشيء ولم يحركوا ساكنا، خوفا على كراسيهم، خوفا على سلطاتهم، خوفا على أنفسهم. والله قد فضحهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومن صفاتهم الاستهزاء بآيات الله. وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كذلك من صفاتهم الشماتة بالإسلام وأهله في حال ظهور قوة الباطل، يشمتون بالمسلمين. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وهذا هو حال العرب اليوم، حال المسلمين اليوم، عندما ينتصرون على المقاومة، عندما ينتصرون على المجاهدين تجدونهم يفرحون، وعندما ينتصر المجاهدون أو المسلمون يقولون ألم نكن معكم، ألسنا مسلمين مثلكم. وقد قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ: نشهد إنك لرسول الله. وإذا انتصر الباطل قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذه صفة أخرى اسمها المكر والخداع. قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن صفاتهم التذبذب. قال عنهم الله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم جريمة وإن أعظم الكفر وأعظم من الكفر كله النفاق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عاقبتهم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أيها المسلمون عباد الله، سينتصر الحق وسيهزم الباطل وسيظهر المنافقون على حقيقتهم. لقد فضحهم الله سابقا وسيفضحهم لاحقا، ويوم القيامة لهم عذاب أليم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مثل ما أقول وفوق ما أقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. لا إله إلا أنت، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآياتك. ثم أما بعد عباد الله، إن النفاق والخيانة لها آثار سلبية على المجتمعات، ومن تلك الآثار تقل الثقة والمودة الصادقة بين الناس، فيحذر كل واحد منهم الآخر، ينقطع المعروف فيما بين الناس مخافة الغدر والخيانة تؤدي إلى زعزعة الأمن واستقرار المجتمع. كذلك يؤدي النفاق والخيانة إلى تسلط الكافرين والظالمين على المسلمين فيسفكون دماءهم ويستبيحون أعراضهم ويأخذون خيارهم. كذلك تجر الويلات والنكبات على المجتمعات وتفسد حياتهم ومعيشتهم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه المدينة الصامدة، المدينة الخالدة، إن لم تكن أيدينا في أيدي جيشنا الباسل وأمننا الساهر فوالله أنها ستسقط، ليس بيد أعدائنا من الخارج، فإنهم والله ضعفاء، فقد كانوا في كل زاوية من هذه المدينة وأخرجوا عبر رجال بأسلحتهم الشخصية، ولكن والله ما نخشاه من أولئك المنافقين المندسين في صفوفنا الذين يزرعون الأوهام ويثبطون المجاهدين. فوالله ثم والله لنحذر كل الحذر، فإن كل من يثبط مجاهدا منافق، وإن كل من ينخر في عقيدتنا وينشر المنظمات التي تزرع النفاق والكفر فيما بيننا، والله إنها ستكون نكسة على هذه المدينة. فانتبهوا عباد الله، بذلت لكم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. عباد الله، لا بد أن نحذر من هذا السرطان الخفي الذي يسري بين المسلمين وانتشر بين المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كيد المنافقين الخائنين، وأن يصلح أمة محمد أجمعين. اللهم اصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم عزنا بطاعتك وجنبنا معاصيك، واغفر لنا يا كريم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله،